وريا شوفي شكون في الباب. مساء الخير. مساء الخير. اسمح لي، انا طوموبيلتي طاحت اون بان عندكم هنا في الفيلاج، وحطيتها في واحد الكراج، وهذاك هو الكراج هو اللي نعت لي الفيلا ديالكم. ايوا صراحه حتى الوكيل اللي كاين هنا لقيتو عامر اخر كلامي، زعما الا كان ممكن ندوز عندكم. مرحبا مرحبا والف مرحبا، تقدر تدوز لي. المسرحية اللي غنقدموا اليوم هي بعنوان الحصلة، وهي إعداد لواحد الرواية سميتها لابان، مسرحية رواية لكاتب ألماني فريدريش دورينمات. المسرحية كتهضر على الإنسان في علاقته بالخطأ في حياته. يعني واش الانسان كيرتكب اخطاء بدون ما كيوعي، واش كيقدر يرتكب اشياء اللي بعض المرات كتوصل حتى للجرائم دون ان يعي. كنقدروا نأديو الناس بلا ما نشعروا، وإلا بحثنا في حياتنا كنلقاو ادينا في لو باركور ديالنا ادينا ناس كثار. المسرحيه كتحكي القصه ديال واحد 3 الاصدقاء، يعني قاضي اللي كنلعب الدور ديالو انا هو مولى الدار، وكاين وكيل مدعي عام او بالاصح الله التعبير مدعي عام، وكاين محامي. هاد الاصدقاء من بعد التقاعد ديالهم كيلعبوا واحد اللعبه اللي سميتها المحاكمه. كيجبدوا قضايا من الريبرتوار اللي كانوا بتو فيه فاش كانوا موظفين، وكيشوفوا واش ممكن يصدروا احكام اخرى غير تلك الاحكام التي صدروها في ذاك الوقيته. ولكن هاد الدار كتستقبل ضيوف، وكل ضيف كيجي كيبات في ذاك كضيف عند هذا القاضي، كيقترح عليه يلعب معهم هذه اللعبه، وكيدخل معاهم في هذه اللعبه اللي داروها هما هاد الاصدقاء. المسرحيه فيها طبيعه الحال الميساج اللي كتهضر عليه، وهي هويه الانسان في علاقته بالناس الاخرين، كيفاش اننا نحاول ما امكن نحتاطوا باش ما نأذيوش ناس اخرين، لانهم لا ما نشعروا احيانا كنأذيو ناس، يعني احيانا بشعور واحيانا اخرى بدون شعور. المسرحيه هي يعني رفقه من الممثلين المشهود لهم، ممثلين مغاربه اكفاء. كاين سي منصف قبري، اسماعيل علاوي، سعيد عامل، بوتينه مجاهد، وعبد ربي. المسرحيه من اخراج الفنان الكبير رشيد القاسمي، واللي الحمد لله العروض اللي قدمنا الان على مختلف القاعات في المغرب لقات واحد الصدى طيب. وحتى في المسرح الخميس قدمنا تقريبا شي 3 المرات. اعتقد انه كان واحد التجاوب زوين في العمل، ونتمنى ان شاء الله ان المسرحيات يستقبلوها مسارح اخرى وقاعات اخرى في المغرب ان شاء الله. كاين عندي واحد العمل مسلسل من انتاج القناه الثانيه، الناس الملاح، مسلسل من 15 حلقه. وعندي واحد المسلسل من 4 حلقات اللي هو الشياطين لا تتوب. وكاين مشاركات هناك، يعني مؤخرا اشتغل على واحد المسلسل عربي سميتو الوعد الجزء الثاني مع ثله من الممثلين العرب، مخرج تونسي محمد الخياري، هو مخرج تونسي معروف. هذوما الاعمال تقريبا اللي كاينين اللي غيخرجوا ان شاء الله في القريب العاجل، منهم ما غيخرج ان شاء الله في رمضان ان شاء الله. الموكل ديالي حالة فريدة، استثناء قضائي. الموكل ديالي يا سيدي كيقول لكم بانه بريء. بريء؟ واخا احنا نشوفو. بريء 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 بريء. المشاركة ديالي في هذه المسرحية هي أول مشاركة مع المخرج رشيد القاسمي، اقتبسها الأستاذ رشيد البرومي عن رواية العطب. وهذه المسرحية هي في الحقيقة محاكاة لواحد المجموعة ديال الظواهر اللي كتهم العدالة والعلاقة ديال الإنسان بالعدالة والمواطن بالمحكمة والقضاة وإلى غير ذلك. فهي مسرحية اللي كتتكلم على واحد الشخصيات اللي تقاعدوا في مجال العدالة، واللي حاولوا أنهم يأسسوا محكمة خاصة بهم،
واللي كيحاولوا يحكموا بها العالم والآخرين بالطريقة اللي كيشوفوها هما أكثر منطقية واللي كتلا بمأساة. المسرحية في الحقيقة احنا كممثلين كنستمتعوا في أدائنا داخلها، والحمد لله أنها خلت صدى طيب لدى الجمهور اللي شافها حتى الآن، لا سواء من الباحثين والمهتمين ولا حتى من الجمهور العادي اللي هو متفرج اللي كيجي باش يستمتع بالمسرح. والمتمنيات ديالنا فقط هي أنه يشوفها أكبر عدد من الجمهور. اختار ملي خليني ندير خدمتي. كنحترمك السي ماشي انا بعدا كنبغي نشكركم على هاد العراضه كلها وهاد الفريه. مسرحية الحصلة من إنتاج فرقة مسرح ميزان إنتاج فني بدعم من مسرح محمود الخامس ووزارة الثقافة. المسرحية كتحكي كطرح فكرة أساسية هي مسألة ديال الذنب والاعتراف، وكيتبين بأننا كاملين في هذه الحياة مذنبون بشكل أو بآخر، وبأن مسألة الاعتراف مسألة وقت فقط، مسألة سياق اجتماعي. هذا بشكل عام المسرحية. الحقيقة عملنا مجموعة من العروض مسرحية في واحد الجولة كبيرة بمدن كثيرة في المغرب، وتقريبا وهذا العرض ديال اليوم ديال 26 دجنبير 2023 هو آخر عرض في هذا الموسم هذا، بعد عملنا جولة كما قلت جولة كبيرة. المسرحية فيها مجموعة من الممثلين محترفين كفاء، والنص خدمه الأستاذ رشيد برومي اللي عمل كذلك تأليف الموسيقي. المسرحية كانت فرصة للقاء مع الجمهور، وفي إطار لأنه معالجة ديال الإخراج هي معالجة واقعية، بحيث أننا كنلعبوا لعب تشخيص واقعي وكنطرحوا مشاهد واقعية بدون حواجز بين الممثل والمتلقي. المعلومات الأول. قول لي يا سي عمر، وي مزوج؟ هادي 11 عام. شي وليدات؟ عندي جوج. تبارك الله، الله يخليهم. شكرا. فاش خدام؟ الدومين ديال التكستيل. بريزونطون؟ لا ديريكتور جينيرال. تفضل. هذا العرض هذا يعني من العروض الجيده يعني اللي يعني مؤخرا جيده، لانها كتطرح واحد الاشكال ديال العداله وديال القضاء في واحد القالب يعني كوميدي، وفيها المنطق ديال المسرح داخل المسرح، بحيث ان المحاكمه هي ما يشبه الهزل ولكن جديه في نفس الوقت، بحيث انها كتنقل فعلا الى انتحار المتهم لواحد مجموعه الناس ديال القضاء متقاعدين، ولكن باقي يعني كيلعبوا بالمنطق يعني المهني القضائي الى غير ذلك، هم متقاعدين وكيحاكموا هذا السيد اللي كيجي عندهم. إذا لاحظتوا أنه بدات غيلاب غادي هما كيكتشفوا فعلا أنه كاينه يعني جريمة. المسرحية بطبيعتها المقتبسة عن رواية معروفة، ولكن اللي مهم في العمل هو يعني البساطة ديالو، وأيضا كيفاش المحبوكه والدقه ايضا ديال التمثيل اللي كانت جميله، يعني من العروض الشيقه والجميله جدا اللي الى لاحظتوا ان الجمهور تبعها علما بانه يعني ماشي عرض اللي يعني عنده واحد الطبيعه جماهيريه او لا مبني على واحد النوع ديال الكوميديا، ولكن فيها واحد الدعابه، ولكن ايضا فيها الكوميديا اللي ممزوجه بالتامل وممزوجه ايضا بالتعمق، كما قلت انه كاين اون بون ديريكسيون دي زاكتور، وكاين اداء واقعي يعني قوي بزاف في العرض.
هند فاطمي، خريجة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، شعبة السينوغرافيا. بالنسبة للعرض ديال اليوم ديال الحصلة كان عرض يعني ممتاز، لا من ناحية الرؤية الإخراجية ولا من ناحية السينوغرافيا والإنارة اللي استعملوا والملابس، بحكم أنني درست هاد الشعبة يعني لاحظت هاد الكوتي أكثر، ولكن القصة كانت كتعاود على شي حاجة اللي هي واقعية بطريقة هزلية، يعني داكشي اللي كنشوفوا في المحاكم وكيكونوا ناس مثلا اللي ما داروا حتى حاجة وكيتحكموا بشي حوايج اللي غاف، وعالجت القصة أو المسرحية عالجت هاد المسائل بطريقة هزلية، وكانت قريبة للحضور وفهمناها أكثر بهذه الطريقة. معكم سوسن قاسم، ممثلة مسرحية وسينمائية وتلفزيونية. اشتغلت بعد أعمال على التلفازة وعلى السينما وعلى المسرح. اليوم جيت كنشرف الممثل ديالنا عبد الحق بالمجاهد دعوة منه، فأنا حضرت لهذا العرض هذا تبارك الله زوين، كيهضر على بزاف د المواضيع يعني شاملة ما بين لي بواط وما بين واحد القضايا اللي الإنسان ما يقدرش يطرقها، داكشي كيبقى مخبي في جواته بزاف، فهم داروا بحال شكل المحكمة، فطرقوا واحد المواضيع اللي ديال الناس اللي تقريبا نص ديال المجتمع ديالنا ما يقدرش يقولها، تيبقى مخبي في جوا ديالو. فكان يعني موضوع اللي بالنسبه لي انا كممثله يعني اللي وصلني وفهمته مزيان، فكان يعني بالنسبه لي انا وبالنسبه كاع اللي غايشوف ان شاء الله انه هذه المسرحيه كانت تعاودت، ولكن كان بالنسبه لي نحن كلها يعني تتطرق للمواضيع اللي تكون في الموضوع الاجتماعي ديال المغرب. ياسين مسور، ممثل مسرحي وسينمائي. كان متهل الفن هذه واحد 9 سنين ولا 8 سنين. دخلت للمجال كنت باقي صغير، انه كنحماق على هذا الدومين هذا، بالنسبه لي هو المتنفس ديالي، لانه كنضحي بزاف ديال الاشياء علاقه بالفن. واليوم كان واحد العرض ديال واحد المسرحيه باسم الحصله، كانوا فيها اصدقاء ديالي اللي خدموا فيها، منصف قبري، اسماعيل العلوي، والاستاذ الكبير بالمجاهد عبد الحق. كانت بوتينا، كانوا بزاف ديال الاخوان. واحد المسرحيه اللي جميله بزاف، اللي صراحه هي واحد المسرحيه كتناول واحد الموضوع بحال المواضيع اللي كنشوفوا في السينما، يعني كتشوف شنو كيوقع في البواط والمواضيع اللي كيتناقشوا ماشي سهل، لانه اغلب المسرحيات كيهضروا مثلا على الدار، الزواج، المواضيع اللي كتناول دائما، ولكن هذه المسرحيه كانت يعني شي حاجه اللي خاصه. عجبتنا صراحه، واخا هي ما ضحكناش بزاف، ولكن كان الميساج واضح، الميساج كان واضح بزاف. كيبان لي ما بقى غير النطق بالحكم. محكمة! جماعة الوقت، جماعة الوقت فراغ. قاف لا لحظة زوينة خصها توثق ولا؟ نوثقوها. عاد ديري لنا الفيديو ياك. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم صديقنا وحبيبنا وضيف الشرف هذه الليلة السي عمر. حكمت عليه المحكمة بالإعدام شنقا بالرصاص. الحصلة من إنتاج وإخراج رشيد قاسمي.